أهلا بيكم مرة تانية في بودكاست 1925. بشوف دايما مسيحيات متدينات جدا وملتزمات جدا، يمكن أكتر من رجالة، ما تزعلوش مني يعني. بس مش عارفة، ما بحسش إن يعني أو أنا معرفش، جهل نور برضو، هل المرأة ليها دور في المسيحية ولا لأ؟ اللي هيجاوبني على السؤال ده ضيفتي النهاردة إلهام مجدي. ازيك يا إلهام؟ هاي، ازيك؟ عاملة ايه يا الحمد لله تمام. ازيك يا لا؟ قوليلي، فعلا المرأة ليها دور في المسيحية؟ ده ليها دور كبير جدا، ده أساس المسيحية أصلا المرأة. من زمان قوي، من ساعة العذراء مريم عملت حاجات كتيرة. طبعا العذراء مريم معروفة جدا، هي اللي حملت بالمسيح وهي مش متجوزة من ساعة لما الملاك ظهر لها، ومن زمان جدا وهي عايزة تبقى حاجة لأنها أصلا مولودة بمعجزة. دي أول حاجة. فهي لما اتولدت بمعجزة، باباها ومامتها قالوا هيسيبوها في الهيكل هتخدم المسيح من أول لما توصل لسن معين. وفعلا من أول لما وصلت للسن ده سابوها في الهيكل، ومن ساعتها وهي بتخدم ربنا. علشان كده ممكن يبقى دي من الأسباب الملاك ظهر لها وصدقت الملاك وحبلت بالمسيح. ويوسف النجار هو اللي كان معاها، هو كان خاطبها وقبل إن هو يبقى معاه العذراء مريم، وصدق الملاك وقامت الرحلة. ده أنا كان بالنسبة لي سؤال غريب جدا. ست حلوة زي العذراء وصغيرة وكلها بركة يعني، وقاعدة في الهيكل تتعبد، تتخطب لواحد عنده 90 سنة ليه؟ يعني مش فاهمة، يعني أهلها ليه نقوه؟ لأ، هو في الوقت دوت ما كانتش البنت، ما كانتش هي اللي بتختار تحب مين أو تتجوز مين أو كده. بالعكس، ده كان اللي هو اللي في الهيكل، الكاهن بتاع الهيكل هو اللي كان بيختاره. وكان في قرعة إنه ما كانش يوسف النجار بس، ده كان في قرعة على أكتر من راجل، والقرعة طلعت باسم يوسف النجار إن هو ده اللي هيخطب مريم. ده انت كده عرفتيني، لأن القرعة ما زالت ده حقيقي لحد النهاردة ركن مهم جدا في جدا المسيحية. جدا جدا. يعني البابا بيختار بالقرعة بالظبط ومن طفل، إذا بالظبط هي ليها أصول قديمة جدا. جدا. الكاثوليك والأرثوذكس مقتنعين بالقرعة لحد الوقت دوت بيتعامل بالقرعة، وبتتعمل معجزة تماما. احنا ما بنبقاش فاهمين مين بيطلع ايه ازاي خالص. طب احكي لي بقى، كملي لي. بعد ما العذراء خلاص بقت مع يوسف، فطبعا شالت بقى حاجات كتيرة قوي، انها قبلت انها تبقى حبلة طبعا. وفي الوقت ده ما كانش ينفع ان واحدة تبقى حامل من غير ما بتبقى متجوزة. طبعا. وطبعا يوسف يعني الاول فهمها غلط، انت ازاي تبقي حامل؟ احنا ما اتجوزناش. هل كان في حاجة؟ هل اي حاجة؟ فطبعا في ملاك ظهر ليوسف النجار وفهمه انه لا، دي معجزة تماما، وهي شايلة الروح القدس، ويعني اللي هي شايلاه ده هيبقى حاجة كبيرة جدا جدا. وفعلا عملت بقى الرحلة المقدسة بتاعتها، اللي هي أما عرفنا إن هيرودس عايز بعد ما ولدت، ما هيرودس عارف إنه هيقتل كل الأطفال، فقامت ومشيت وسافرت على مصر. في حاجات كتيرة بقى عملتها العذراء طبعا في الطريق ده كله. بس ده فدي دور كانت أول حاجة العذراء مبدئيا طبعا، وهي اه لسه حاجة، وهو لسه صغير وهي لسه حاجة صغيرة. اوكي. ده بالنسبة لدور العذراء. في كذا بقى بعد ما المسيح كبر بقى، في كذا حاجة تانية العذراء مثلا بسببها اتعملت أول معجزة في حياة المسيح، اللي هي كانت في عرس قانا الجليل. وده كان يعني اللي حصل إنه كان في فرح حد من قرايب العذراء، والخمر خلص. ودي حاجة عار بالنسبة للعيلة إنه الخمر يخلص والفرح لسه في أوله. فطبعا راحت اترجت يسوع وقالت له، يعني بما إنها أم، وبصت له بصة حنان كده، ويعني أرجوك لو سمحت، الناس هتتفضح، طب هنعمل إيه؟ فقال لها أنا لسه ما جاليش وقتي، لسه ده مش وقت إن أنا أعمل أي معجزات ولا حد يعرفني لسه.
ومع ذلك طبعًا بحنيّة الأم وافق ودخل وعمل أول معجزة للمسيح اللي هي في عُرس قانا الجليل. اللي هي تحويل المياه إلى خمر. بالضبط. إمم. وخمر طعمه حلو مش خمر مُسكر، أوكي. ما كانش خمر مُسكر، بالعكس المفروض إن هو في الأفراح عامةً في الوقت ده بيقدّموا أغلى خمر في الأول خالص والناس فايقة، أوكي. وبعد ما الناس يعني تبتدي تدوخ أو تتسطل شوية بينزّلوا بقى الخمر اللي هو أرخص. الرديء بقى. بالضبط. لكن اللي حصل طبعًا الخمر اللي اتعمل بعديه اللي هي اللي اتعمل بالمعجزة، كان طعمه أحلى لدرجة إنه هو بيبقى في حد كده مسؤول عن طعم الخمر، وقّف الفرح خالص وقال يا جماعة خلّي بالكم إحنا متعودين إنه الخمر الرديء بيبقى في الآخر، اهم. إحنا لأ، الناس دي بيقدّموا لنا خمر طعمه أحلى في نُص الفرح، فبنشكرهم، وكمّلوا الفرح واتستروا يعني الحمد لله. الحمد لله. طب دي المعجزة الأولى، بالضبط. وبعدين ستنا مريم عملت إيه تاني؟ عملت بقى حاجات تانية طبعًا شايلة المسيح، على فكرة هي الحياة المقدسة ما بين العذرا والمسيح بنشوفها دايمًا في الأفلام بتاعتنا أوي إن هي حاجة strict جدًا وخلّي بالك ومش عارفة إيه والدنيا دي، لكن لأ هي كانت أم عادية خالص، المسيح بيعمل فيها مقالب برضه عادي جدًا وكانت بتستحمل، وهو كان شقي برضه ما كانش يعني الطفل إنسان الطفل الهادي الهادي. خالص، 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 بالعكس ده عمل فيها مقالب كتير، وهو صغير مثلًا وهُم رايحين يزوروا هيكل، المفروض سابها ودخل الهيكل وهي قعدت يومين تدوّر عليه، فعلًا قعدت يومين تدوّر عليه ومش عارفين يا جماعة حد شاف ابني؟ ما فيش أي حاجة خالص، فين وفين بعديها بيومين لمّا راحت الهيكل لقيته في وسط الشيوخ وعمّال بيعلّم فيهم وبيسألهم أسئلة وحاجات كبيرة أوي. من أشهر الشخصيات السيدات في المسيحية طبعًا ستنا مريم بلا جدال يعني، وبعدين مريم المجدلية. مين مريم المجدلية؟ أوكي، مريم المجدلية ديّة برضه كانت من الشخصيات المؤثرة جدًا، جدًا. أولًا هي حكايتها في الأول خالص إن هي اللي كان عليها 7 شياطين وكانت منبوذة تمامًا، الناس كلّها كانت بتخاف تقرّب لها، وكذا حد حاول يعني بمختلف الطرق إن هو يساعدها أو يطلّع الشياطين من عليها، من ضمنهم كاهن كبير الكهنة اليهودي، ومع ذلك ما قدرش خالص. فكانت بتتكلم بأصوات مختلفة وكانت يعني شخصية عليها 7 شياطين، حاجة دي كبيرة جدًا، لحد ما في يوم المسيح راح ولمسها بمحبة، لمسها بس، الشياطين كلّها طلعوا من عليها، ومن ساعتها وهي بتتبع المسيح. آآ طبعًا، طبعًا كان في سقطات ليها كتيرة جدًا، بس كانت بترجع له تقول له يعني يا رب سامحني أنا يعني مش عايزة أفتكر الحاجات القديمة دي يا يسوع وكده. وفعلًا كان دايمًا بيتجدد لها وكانت عايشة مع المسيح حياة كويسة جدًا من ضمن التلاميذ بتاعته، هي مش من ال12 تلميذ بس من الناس اللي هُم بيتبعوا المسيح، اتعلمت منه كتير أوي. وعلى فكرة مريم المجدلية هي أول واحدة وأول سِت كانت تشوف المسيح بعد ما قام من الموت، عارفة حضرتك لمّا مات وتالت يوم قام، هُم كانوا رايحين هي وكذا مريم، كان في كذا مريمات بيروحوا يطيّبوا الجسد إمم. بالحنوط وبالريحة الحلوة وكده، فلمّا راحت ما لقوش أي حاجة، لقوا القبر مفتوح، ما لقوش أي حد فيه خالص، بقوا مستغربين، هُم جريوا وهي فضلت بقت بتدوّر يا ترى أسأل مين، وفعلًا لقت واحد حَسِّت إن هو الجنايني لابس لبس غريب، يعني لبس الجنايني، فراحت قالت له: "يا سيد هو أنت ما شُفتش جسد اللي كان محطوط هنا؟ قُل لي لو أنت تعرف حد جه أخده أو أي حاجة، قُل لي وأنا مش هاقول لحد." فقال لها: "إيه ده أنتِ ما عرفتنيش؟" لمّا شافت علامة الصليب في إيده، فعرفت إيه ده أنت قُمت من الموت يا يسوع وكده وفرحت جدًا، وهو اللي قال لها روحي قولي لإخواتي وأنا هابقى آجي أزوركم، وفعلًا من ساعتها يعني هي أول واحدة سِت تشوف المسيح، بعد القيامة. بعد القيامة، فعشان كده دور السِت في الحياة المسيحية كبيرة جدًا وليها دور وبصمة كويسة جدًا، جدًا. وفضلت مصاحبة لستنا مريم والّا بعد كده والّا
تفرّق بيهم أنا مش عارفة قصة حياتهم أوي حصل إيه بعد كده، بس كل اللي أعرفه من بعد حلول الروح القدس عليهم، طبعًا الناس كلّها اتوزّعت وابتدت تبشّر بالمسيح، وابتدى يدخل ناس كتيرة في المسيحية بسبب معجزات وبسبب حاجات كتيرة أوي هم عملوها، وأكيد هي من ضمن الناس اللي عملت معجزات بعد كده كتير. أشوفكم في الحلقة الجاية، ميرسي يا إلهام. داريان نورتيني.